السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في شهيوات تقوى. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو وانتم في تمام الصحه والعافيه. اليوم كي كتشوفوا معايا غادي نحضر معكم واحد البسطيله بالعجينه ديال المسمن او المسمنه في الفرن، سميوها كما بغيتوا، المهم انها كتجي اكثر من رائعه، مقرمشه ومورقه. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. خليكم معايا نتعرفوا على المقادير. عندي هنايا غناخذ واحد الاناء، غادي نوضع فيه 2 كؤوس ونصف ديال الدقيق كيشتو معايا، وغادي نضيف واحد نصف كأس ديال السميد الناعم اي الفينو. غنضيف ملعقه صغيره السكر وملعقه صغيره ديال الملح. غادي نضيف ملعقه كبيره ديال الخل، وغادي نضيف واحد 3 المعالق كبار ديال الزيت. ديروا زيت نباتيه اولا زيت الزيتون اللي بغيتو. انا هنايا عفوا درت زيت النباتيه. 3 المعالق كبار. وغادي نجمعوا العجين ديالنا بالماء، يعني عادي، ماشي دافي وماشي بارد، عادي يعني من الصنبور. غادي نخلط هاد المكونات، نبقى نضيف الماء بالتدريج حتى كتجمع لي العجين ديالي. ما تكونش بطبيعه الحال قاصحه وما تكونش يعني مرخوفه اكثر من القياس، يعني غادي نخليها مرخوفه واحد شويه كي غادي تشوفوا معايا. يعني غنبقاو نضيفو غير بالتدريج كي كتشوفوا، يعني غادي نخليها مرخوفه واحد شويه وغادي نوضعها في واحد البلاستيكه. شفتوا معايا؟ يعني مرخوفه شويه، ما تكونش يعني اكثر من القياس، يعني بهذا الشكل هكا. غادي نوضعها كي قلت لكم في واحد البلاستيكه وغادي نخليها حتى كترتاح مزيان، بيد ما نوجد انا الحشوه اللي غادي نستعمل لهاد المسيمنه او لهاد البسطيله. عندي هنايا واحد صدر ديال الدجاج يعني طحنته، وعندي واحد البصيله حتى هي حكيتها اولا طحنوها، وضفت هنايا واحد 3 المعالق حتى 4 ديال زيت الزيتون. غادي نوضعهم هكا في واحد المقيله على النار. غادي نبدا نضيف التوابل. درت هنايا شويه ديال سكينجبير، شويه ديال الفلفل الاحمر، شويه ديال الفلفل الاسود، وشويه ديال القزبر حبوب. وغادي نضيف ملعقه كبيره ديال صوص صوجا وملعقه صغيره ديال لا موطارد، وغادي نخلط كلشي مزيان. وبالنسبه للتوابل والمقادير غادي نخليهم لكم كلهم مكتوبين في صندوق الوصف باش كيسهل عليكم انكم يعني تحضروا هاد الوصفات. هنايا كي شفتوا معايا ضفت واحد شويه د الحامض مصير قطعته، كذلك الزيتون بالعظم، وهنايا ضفت المعدنوس والقزبور يعني طريين، وضفت واحد المعلقه صغيره ديال الهريسه اختياريه. غادي نخلط كلشي هكا مزيان. وهنايا خديت الشعريه ديالي ودرتها في الماء بطبيعه الحال وقطعتها وضفتها لهاد المكونات كاملين، وضفت معلقه صغيره ديال الكمون، وهنايا زدت واحد المعلقه ديال الفلفل احمر. وفي الاخير غادي نضيف واحد العلبه ديال الطون ديال الزيت، وضفت واحد 2 قطع حتى ل3 يعني اختياريه ديال الجبن مثلث او لا مربع، يعطي واحد اللذه خطيره لهاد الحشوه هذه. صافي، وغادي نطفي على ديك الحشوه ونخليها حتى كتبرد. العجين ديالنا ها هو من بعد ما ارتاح شفتوا كي كيولي، يعني غادي يعطيكم الطوع في الخدمه بزاف يعني. وكان ما كنحتاجوا هذا العجين لا ندلكوه ولا والو، يعني لا نعركوه ولا والو، يعني فاش كيبقى كيرتاح يعني كيجي رائع. هنايا غادي نقسموا الربعه ديال الكرات كي شفتوا معايا، غادي نغطيهم هكا بواحد البلاستيك، وغادي نبدا نسرح يعني كره بكره. صافي كنستاعن يعني بالزيت وكنسرح. هنايا خديت واحد شويه ديال زبده مارغرين او لا يعني زبده حيوانيه اللي بغيتو، اللي عندكم متوفر في البيت. انا هنايا درت غير مارغرين. خليتها يعني حتى دابت مزيان، وحيد منها ديك الحليب اللي كيكون فيها، وكنبدا نورق بها هاد المسمنات يعني بالطريقه المعتاده اللي كنصاوبوا المسمن عادي كي كتشوفوا معايا، والفيديو راه شارح نفسه. صافي كنبقى نضيف هكا غير واحد شويه هكا ديال الزبده يعني باش كنورق. صافي غادي نصوب المسمنه هكا الاولى يعني بالطريقه المعتاده اللي كنوجدوا، وغادي نخليها على جنب ونسرح يعني الكره الثانيه بنفس الكيفيه، وندهنها كامله حتى هي بالزبده. وغادي نوضع في وسط منها ديك المسمنه الاولى اللي حضرت. شفتوا معايا؟ غادي ندهنها كامله هكا يعني بالزبده، وغادي نوضع ديك المسمنه يعني، وديك الجهه اللي كتكون عندي ورقه على ورقه هي اللي كنوضعو من التحت. وغادي نبدا نرجع هكا يعني بنفس الطريقه، وانا كندهن هكا بشويه ديال الزبده. صافي، هذه غتكون هي القاعده يعني ديال المسمنه اولا البسطيله ديالنا. وبنفس الكيفيه غادي ندير 2 كرات الاخرين حتى هما يعني
بنفس العمليه اللي درت دابا. صافي غادي نخلي هذه ترتاح ونستمر يعني بنفس الكيفيه بالنسبه يعني الكرات الاخرين هكا حتى كنتحصل على جوج يعني ديال المسمنات، عندي وحده في وسط وحده. صافي غادي ناخذ يعني الاولى وغادي نسرحها مزيان هكا كي كتشوفوا معايا، نحاول نعطيها واحد الشكل اللي هو دائري. غادي ناخذ، انا هنا خديت مقيله، المقله، ولا خذوا واحد اناء عندكم دائري هكا كنسرحها فيه. وهنا ديك الحشوه ديالي من بعد ما بردات ضفت عليها الجبن محكوك، كان عندكم ديروه، ما كانش عندكم ماشي مشكل. صافي كنسرحها هكا وكنقادها على الجنيبات مزيان، وغادي نوضع ديك الحشوه في الوسط، وغادي نرجع نسرح الكرة حتى الثانية حتى هي بنفس الكيفية، نحاول نعطيها واحد الشكل اللي هو دائري ونسرحها مزيان، وكنوضعها يعني فوق من هاد المسمنه ديالنا اولا هاد البسيطله هكا، نوضعها فوق الحشوه. وغادي نبدا يعني نطوي الجنيبات وندخلهم يعني لداخل. كي قلت لكم انا درتها هنايا في المقله، اولا لا كان عندكم شي مول دائري اولا شي صينيه دائريه كتدخلوها الفران ديروها فيها هكا. نبقى نجمع هكا الجنيبات صافي حتى كنقادها ونرجع يعني نقادها من الفوق مزيان هكا ونقرصها هكا مزيان باش تعطيني يعني شكل اللي هو دائري يكون مزيان. صافي وغادي ناخذ واحد المعلقه اولا جوج معالق ديال الزبده يعني اللي شاطولي، عفوا بعدا قبل هنايا خديت واحد الكيغدون هكا وغادي ندير واحد الفتيحه في الوسط. وهنايا كي قلت لكم واحد جوج معالق ديال الزبده، ضفت لهم واحد شويه ديال الفلفله حمراء اولا تحميره، كل واحد شنو كيقولها. وغادي ندهن الوجه ديال هاد المسمنه ديالي كامله، وغادي نشرط هكا بالسكين كي كتشوفوا معايا، يعني غير كنشرط ماشي كنقطعها باش كتعطينا واحد الجماليه. وغادي نوضعها في الفرن ونخليها على نار اللي تكون يعني مهيله حتى كطيب على خاطرها. وكنشوفوها تحمرات من الفوق ومن التحت، كنشعلوا لها في الاول الفران يعني غير من التحت حتى كطيب، وكنهبطوها لتحت باش كيتحمر يزيد يتحمر لها الوجه ديالها. وكنخرجوها ونقدموها بالصحه والعافيه. يعني كتجي شي حاجه اللي هي رائعه، وكي شفتوا ما فيهاش يعني لا وقت ولا مجهود، وكتجي صراحه مقرمشه ومورقه، كتجي صراحه يعني زوينه بزاف يعني. وهذا كان كاقتراح يعني، ان شاء الله زينوا به المائده ديال رمضان، ان شاء الله لا يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه والعافيه وبالرزق والتيسير وبالتقوى والايمان وكل ما كتمناو في خاطركم ان شاء الله يا ربي. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها ان شاء الله. وغادي نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوا كي كتجي من الداخل. انا هنايا يلا خرجتها من الفران راها مازال سخونه كي غادي تشوفوا، باش تشوفوا ديك الفويطاج اللي كيجي والحشوه كي كتجي حتى هي كتجي اكثر من رائعه، وبطريقه اللي هي سهله ومبسطه. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتجربوها ان شاء الله، ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وعواشركم مبروكه ورمضان مبارك سعيد.